ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى كان الوز بقاله شهر بالظبط راقد، ففتحت اشوف ايه الاخبار. لقيت الحمد لله واحده مطلعه 3، بس الحمد لله يعني من 7 فاضل 4، وواحده مطلعه واحده. هو كويس يعني، كل اللي يجي كويس، بس اول مره يطلعوا بعد شهر بالظبط. على طول كانوا بيقعدوا مثلا 32 يوم، 31 يوم. اول مره يعني اطلع الشهر الاقيهم الحمد لله مطلعين. وهنا بقى كنت جهزت السلاكه للوز، وكنت كنساها كويس وسايباها تتهوى كويس قبلها، وفرشتها تبن. ولو انتي عندك نشارة عادي، تبن او نشارة، يعني خلي المكان دافي كده. انا كنت مجهزاه قبل ما اجيبهم اصلا، وما يكونش مبلول. لو بلش شيليه، لان ممكن يعمل مشاكل في رجليهم. اول اسبوع في حياة الوز هو اهم اسبوع، لو عدى على خير باذن الله التربية هتكون ماشية تمام باذن الله. طريقة الاستقبال يا جماعة، بتجيبي السقاية وتحطي فيها مع معلقة سكر، او لو عندك عسل. وهنا كنت قفلت عليهم من بره بالبطانية عشان لان الجو ساقع عليهم، وكنت حاطه لهم اللمبة. وقلت مش هحط لهم العلف، انتي بتحطي لهم ميه قبلها وبعدين شويه وتقومي حاطه العلف. وانا كنت طلعت بقى عشان قلت اكل حاجه ومنزل احط لهم العلف. كان الذكر واقفين زي حرس كده، وهما كانوا واقفين مش عايزين يرقدوا. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك. وهنا بقى كنت نزلت لقيتهم موقعين ميه، عدلت الدنيا وحطيت لهم علف، علف بادي 21، بروتين 21. والمية ممكن لو ما حطيتيش سكر او عسل ممكن تحطي كيس محلول جفاف بشري. والمية تكون فترة يا جماعة مش ساقعة، لان المية الساقعة بتعمل لهم مشاكل في المعدة. فيعني ياريت تبرديها شوية او تدفيها وتحطها لهم. ولو لقيتيهم، لو طلعتي تاني يوم مثلا لقيتيهم بلينة الفرش اللي تحتهم وكده، لازم تشيليه، لان ممكن هو ده اللي بيجيب لهم الامراض زي الاسهال الابيض والبرد ومشاكل في رجليهم. وبعد 5 ايام ممكن تديهم شوية خضرة بسيطة، يعني برسيم، جرجير، بس تقطعي صغير، ويعني ما تكترلهمش لان هما لسه معدتهم لسه صغيرة. لو هما لقيتيهم متفرقين كده يعني مش سقعانين، لو لقيتيهم متجمعين تحت اللمبة يبقى هما سقعانين. لو يعني موزعين كويس يبقى الجو مظبوط. هما كده على ما اعتقد سقعانين، لان هما قاعدين تحت اللمبة على طول. هحاول اظبط لهم الجو يعني، لان هما كده باين عليهم سقعانين. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني حتى لو بلايك عشان يوصلكوا كل جديد. وبكده نكون استقبلنا الوز. هو يعني معلقة سكر في المية وعلف بادي 21، وتدفيهم كويس. وتاني يوم لو ممكن تجيب لهم كيس محلول جفاف بشري. بس هو اول اسبوع ان شاء الله لو عدى هيكون يعني تمام بإذن الله. ياريت يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.